السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معنا فيديو جديد. شايفين بقى الجمال ده؟ تورتاية من لا شيء زي ما بنقول يعني. طبعا عشان احنا ملناش في التورت يعني، فما نعملش تورتاية. احنا كستات بيوت بقى نبقى شاطرين كده ونتصرف ونعمل تورتاية حلوة كده. عندنا مناسبة، عندنا نجاح، نعمل تورتاية حلوة كده بطريقة سهلة وبسيطة، ويعني ايه، وناجحة من أول تكة زي ما بنقول يعني. وعلى البارد، تورتاية على البارد. اولا كده هنعمل معانا الكريم شانتيه اللي هنعمل بيه التورتاية. احنا هنعمل تورتاية على البارد من غير كيكة، علشان بقى ما نقولش الكيكة هتفشل معانا والكلام ده. الكريم شانتيه معايا ده كريم شانتيه خام. حطيت كوباية كريم شانتيه خام، كوباية مية وكوباية لبن. لو حابين تحطوا لبن على طول او مية، بس اي حاجة بس يكونوا متلجين، يعني مية متلجة او لبن متلج. وحطيت حوالي 4 معالق سكر علشان كريم شانتيه خام. لو اكياس يبقى خلاص مش هنحتاج سكر. ضربته كده لحد ما ادانا القوام اللي احنا شايفينه ده. معايا كوباية لبن حطيت عليها باكو نسكافيه بلاك. ومعايا ده بسكوت بقى ايه، فايض من العيد. بسكوت عندي برضو بتاع الولاد جايبينه من المدرسة. احنا عارفين بقى الايام دي العيال جابت بسكوت من المدرسة، ما خدوش طول السنة بقى، فادولهم كام علبة كده في الامتحانات. ومعايا عندي بسكوت بقى بتاع العيد برضو فايض. فقلنا ايه، نستغل الموقف ونعمل تورتاية حلوة نفرح بيها الولاد كده في الصيف. زي ما احنا شايفين كده معايا البسكوت اللي عندي، بسكوت العيد او بسكوت سادة عادي، اي بسكوت متواجد عندنا. ومعايا القالب بقى بتاع اللي هو بيتفك ده. هنعمل في اللي هو المدور ده زي ما احنا شايفين، علشان نعملها تورتايه مدورة كده. طبعا ايه اللي هو بيتفك علشان نشيل الاطار بتاعه. فدلوقتي احنا حطيناه كده، بدأنا نبل البسكوت من اللبن والنسكافيه. لو حابين نحط برضو معلقة سكر على اللبن مفيش مشكلة، لو البسكوت مش مسكر معانا. لو البسكوت مش مسكر خلاص مش ضروري نحط ايه سكر على اللبن، يبقى نكتفي بالنسكافيه بس. وممكن لبن بس من غير نسكافيه. يعني عايزين بأقل مقادير كده وبأقل تكلفة نعمل ايه التورتايه الجميله دي. طبعا عبيت بقى الكريم شانتيه كده في الكيس الحلواني. ممكن كيس عادي خالص، لان احنا مش هنعمل فورمه ولا حاجه، احنا بس بنوزع ايه بالكريمه على البسكوت. يبقى عملنا طبقه بسكوت وبدأنا نعمل طبقة ايه كريم شانتيه من اللي احنا عاملين. ممكن كيس عادي، ممكن نفرد بالسباتولا عادي من غير كيس برضو اي حاجة. وطبعا بالبسكوتة كده وظبطناه. يعني زي ما قلت لكم يعني احنا مش عايزين ايه نصعب الدنيا علينا، اللي موجود نشتغل بيه. هعمل برضو طبقة تانية كده بسكوت وطبقة كريمة كده. وهفردها برضو بالبسكوتة زي ما احنا شايفين كده. شايفين بالبسكوتة كده بظبط ايه الدنيا، بس عشان بساوي الكريمة على البسكوت. زي ما قلت لكم اي نوع بسكوت معانا ينفع. ممكن بسكوت شوكولاتة، ممكن بسكوت سادة كريمة. اي نوع بسكوت احنا حابين نعمله نعمل التورتايه القمر دي بيها، يعني من غير اي تكاليف خالص ومن غير اي تعقيد. وهتدينا نتيجة حلوة على البارد، من غير بقى التورته الكيكة معانا الاسفنجية بتبوظ، لا الكيكة هبطت، لا الكيكة طلعت ناشفة يعني كده. فعملنا تورتايه زي ما احنا شايفين كده بمقادير بسيطة خالص. وما كلفتناش كتير كمان. احنا التورتايه ما شاء الله يعني عندت غالية جدا، فاحنا عايزين نفرح الولاد بحاجة بسيطة كده وطعمها حلو في نفس الوقت. كريم شانتيه طبعا معانا مظبوط، معانا البسكوت. فان شاء الله تطلع معانا نتيجتها حلوة يعني، وطعمها كمان خطير. يعني عايزة اقول لكم يعني اللي ما بيعرفش يعمل تورته خالص هيعملها بالطريقه دي، سهله وبسيطه وعلى البارد اهيت، من غير ما اخدت معانا وقت ولا مجهود ولا فشل في التورتايه ولا اي حاجه خالص. مش معنى ان احنا ستات بيوت ما بنعرفش نعمل تورته فمش هنعمل تورته، لا. شايفين ما شاء الله عملنا تورتايه جميله بالبسكوت بكل سهوله، واحسن كمان من اللي بتتعمل بالكيكه كمان، عايزه اقول لكم يعني.
طبعا في الطبقات دي احنا ممكن نحط على فكرة، واحنا بنحط طبقات الكريمة كده والبسكوت ممكن نحط كريم، نحط كراميل او نحط شوكولاته، صوص شوكولاته برضو في الوسط في النص، يعني اي حاجه اللي احنا عايزينه. بعد ما ظبطت كده الصينيه معايا دخلتها التلاجة تماسكت شويه، وبعد ما طلعت كده حطيت دي نوتيلا يعني، او صوص شوكولاته اللي متواجد عندكم، بس دي نوتيلا كانت عندي. فطلعتها ساحت، انا ما ساحتهاش على النار ولا حاجه، انا بس الجو حر فسبتها بره في بره التلاجة، فساحت كده زي ما احنا شايفين. وحطيتها على وش التورتايه كده زي ما احنا شايفين. برضو نقدر نستغنى عنها، ممكن نحط صوص كراميل، نحط صوص شوكولاته عادي، ممكن ما نحطش خالص يعني براحتكم. بس انا عندي بقى النوتيلا، فقلت بقى ايه علشان ده شكل حلو وطعم كمان، النوتيلا طبعا بتدي طعم حلو شويه، بتغير معانا الشكل. فردت كده النوتيلا على الصينيه عندي، وعملت بقى شويه كريمه كمان كده علشان ايه اعملهم على الوش كده زي ما احنا شايفين. بعد ما فردت النوتيلا هزين بقى ايه خطوط كده بالكريمة بكيس عادي خالص، وبالسكينة برضو اللي احنا سوينا بيها النوتيلا، عملنا الخطوط كده زي ما احنا شايفين عكس بعض كده علشان تدينا الشكل القمر اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله. وبقيت الكريمة اللي عندي كده هعملها على الجناب كده علشان ايه تقفل معايا شكل التورتايه كده وتخليها جميلة معايا. شايفين ما شاء الله ادت لنا شكل جمالي رهيب، وطعم عايزه اقول لكم خطير ما شاء الله. البسكوت طعمه حلو والكريمه كمان، فمديانا نتيجه فوق الوصف يعني عايزه اقول لكم. دي برضو حبات شوكولاته كده كانت عندي برضو باب التلاجة، قلت احطها زين بيها اهو، نبقى عملنا ايه تورتايه كده حلوه، يعني نبقى مفتخرين كده واحنا عاملين تورتايه جميله كده ومزينينها بأقل حاجة كده عندنا. نقدر ايه نعمل اي حاجة، ممكن نحط حبات فواكه او حبات شوكولاتة كبيرة، ممكن ما نكتفي من غيرها خالص، يعني اي حاجة المتوفر عندنا. هدخلها بقى التلاجة لحد ما تتماسك بقى والنوتيلا تمسك معانا والكريمة كده وتبقى جميلة. هنطلعها بقى ونفك الاطار بتاع الصينية معانا زي ما احنا شايفين ما شاء الله، ونقطعها بقى. عايزة اقول لكم خطيرة طعمها تحفة، ولا بقى الكيكة باظت معانا ولا ايه ده فشلت لا مش عارفة ناشفة. شايفين؟ جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. سلام عليكم.